في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن النيل، ولكن فضلت ملحوظة مهمة جدا، وهي بتقول بشكل سريع إن النيل مظهره حديث، ووضحنا إنه اتغير مكانه. طب إمتى وإزاي؟ ده اللي هنتكلم عليه الحلقة دي. أهلا بيك في بيت الحياة. قلب رعمخ. النيل مر بحاجات كتير، وحصل قدامه التاريخ اللي هو جزء لا يتجزأ منه. هتفتكر النيل ملوش تاريخ؟ اسمع يا سيدي، النيل مر بعصرين، وكل واحد كان ليه تأثير وشكل مختلف عن اللي قبله. يعني مثلا في العصر الأول كانت المياه بتجري بشكل سريع جدا، وده اللي خلاها تقدر تحفر في الصخر علشان تقدر تعمل لنفسها مجرى تمشي فيه. ولكن بسبب قوة دفعها دي كان وسعها بيوصل من الأهرامات لجبل المقطم. انت مدرك عرض النيل كان عامل ازاي في العصر الجيولوجي الثالث؟ ولكن ما كانش برضه تيار المية منتظم، وده بيبان في مناطق النيل اللي من نواحي بيبقى عرضها صغير ومن نواحي لا. لكن في العصر الثاني بعد انتهاء العصر الثالث وبداية العصر الرابع، كان في نفس الوقت ده بدأ النيل يعوض مكان الحفر اللي عمله بالطمي، ويقلل كمية النيل اللي فيه لحد ما وصل للشكل الحالي. واللي مش عارف يعني ايه طمي، الطمي هو نوع من التربة اللي جابه النيل وهو بيمشي في المجرى بتاعه. بس كده. لو استفدت متنساش تفيد غيرك.